السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة راجعين بقى نعمل ايه؟ عصير مفيد جدا عشان الانيميا وكده يعني، ويعزز مناعة الجسم برضو. ما احنا عملنا عصير قبل كده عشان البرد. هفضل وراكم بالعصير انا عشان تبقوا قويين كده. المهم، هنا بنجر وبرتقان وجزر وفراولة، واهم حاجة الليمون. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الطبق الجميل ده هنا كده. ناخد السكينة العملاقة دي، حلوة اوي، شفتوا؟ ونقشر بقى كده، نقشر كده، نقشرهم. بقول لكم ايه، طب ما انا هقشرهم وارجع لكم، ولا نلك مع بعضنا شويه، ولا إيه؟ مش عارفه. يعني يا جماعه اللي بتتفرجوا على الفيديو، يعني يا ريت نحط لايك كده ونبقى حلوين. يعني بعمل لكم عصير اهوت وكده يعني. اهم حاجه العصير ده. كده نجيب اختها كمان. اهم حاجه ان احنا نعمل الحاجه بذمه وضمير، وتكون غسلينها كويس. نجيب البرتقانية الحلوة دي كده، انا عاجبني في الموضوع ده السكين، شوفوا منه ازاي. يعني يا ريت كل اللي بيتفرج على القناة يشترك فيها ويحط لايك جميل كده، ويقول لنا هو بيتابعنا من اي بلد يعني. بصوا، انا هقشر كل الفاكهة بقى وارجع لكم تاني، لان كده مش هينفع. مع السلامة، هرجع تاني. ورجعنا بعد ما قطعناهم التقطيعة الجميلة دي. هنجيب الخلاط ونفضي بقى كده بنجر، فراولة، والبرتقال، كل المكونات يعني. كمان ليمون، نحط مية، هنحط سكر زي ما انتوا عايزين بقى، حسب الرغبة يعني، كل واحد وحسب ذوقه. هضرب الكلام ده كله في الخلاط عشان الصوت بس، وارجع لكم تاني. وده العصير بعد ما صفناه حطيناه كده، شفتوا بقى الجمال. ولا اروع، استنوا ما ادوق.
تسلم ايديا. جربوه مش هتندموا. والى اللقاء في فيديو اخر. باي باي.